في الإسكندرية في وقت كانت الشوارع فيه أهدى والناس بتعرف بعضها بالاسم، وكان الباب ممكن يتساب موارب من غير خوف. كان في شاب وسيم هادي مبتسم، صوته واطي وكلامه قليل، لكن حضوره مريح بشكل يخلي أي حد يقابله يحس إنه يعرفه من زمان. النوع اللي تفتح له الباب من غير ما تفكر وتقول لنفسك إن الدنيا لسه بخير. لكن الحقيقة إن الشاب ده ما كانش بيدور على صداقة ولا شغل ولا حتى بداية جديدة، هو كان بيدور على لحظة واحدة بس، اللحظة اللي قدامه يبقى فيها مطمن تماما، لأن اللحظة دي كانت آخر لحظة في حياة ناس كتير. اسمه سعد اسكندر، واللي حصل بعد كده خلى اسمه يتحول من شاب عادي جدا لواحد من أخطر الأسماء اللي اتقالت في الجرايم في مصر، وخلى حي كامل زي كرموز يعيش سنين وهو فاكر إن في سر مدفون تحت الأرض، سر محدش كان شايفه وهو بيكبر قدام عينيه يوم ورا يوم. ومن هنا خلوني أحكي لكم القصة بهدوء من غير استعجال، لأن اللي حصل ما كانش انفجار مفاجئ، ده كان بناء بطيء هادي خطوة ورا خطوة لحد ما بقى واقع، والواقع ساعات بيبقى أقسى من أي خيال. سنة 1911 في أسيوط اتولد سعد اسكندر عبد المسيح، بيت بسيط، حياة عادية، طفل ما يلفتش النظر، لا شقاوة زيادة ولا هدوء ملفت، مجرد واحد من كتير يكبر زي غيره، يسمع كلام الكبار ويعيش يوم بيعدي في يوم. واللي حوالينه ما كانوش شايفين فيه حاجة غريبة، يمكن لأنه فعلا ما كانش بيظهر حاجة، أو يمكن لأن في ناس بتعرف تخبي اللي جواها كويس جدا لدرجة إنك ما تلاحظش إن في حاجة بتتغير غير بعد فوات الأوان. كبر سعد وبقى شاب وسيم، ملامحه هادية ونظراته ثابتة، عنده قدرة غريبة إنه يخلي اللي قدامه يرتاح له بسرعة، مش بكلام كتير ولا بضحك مصطنع، لكن بطريقة بسيطة، يسأل سؤالين، يسمع كويس، يسيب اللي قدامه يتكلم، وفي لحظات قليلة تبقى حاسس إنك قدامه مكشوف من غير ما تحس إنك اتكشفت. اشتغل مع أخوه في شغل بسيط، حياة روتينية، دخول وخروج، حسابات صغيرة، تعاملات مع ناس، وكل ده من بره طبيعي جدا، لكن جواه كان في حاجة بتتكون، فكرة صغيرة يمكن، أو إحساس بالقدرة، الإحساس إنك تقدر تقرب من أي حد من غير مقاومة، وإنك تقدر تخلي اللي قدامك يسلم لك بالأمان، والأمان لما يتسلم لحد غلط بيبقى بداية النهاية. تعرف على أرملة ثرية، ست أكبر منه في السن، لكن الوحدة ساعات بتخلي الإنسان يدور على حد يسمعه، وسعد كان بيعرف يسمع كويس، يقعد قدالها ساعات من غير ما يقاطع، يرد بكلمتين، يديها إحساس إن في حد مهتم، لحد ما بقت تحكيله تفاصيل ما تتحكيش لأي حد، تحكي عن فلوسها، عن أماكنها، عن يومها، عن خوفها، وكل ده اتحول عنده من كلام عادي لفرص محسوبة. وفي ليلة هادية ما فيهاش أي علامة خطر، قعدة عادية جدا، كلام بسيط، يمكن ضحكة خفيفة، يمكن صمت مريح، وفجأة ومن غير مقدمات القرار اتاخد، واللي حصل بعده خلص بسرعة، أسرع من إن حد يلحق يستوعب، وساب المكان من غير ما يسيب وراه غير فراغ كبير في حياة حد كان فاكر إنه أخيراً لقى أمان. اختفى من أسيوط وظهر في الإسكندرية، مدينة كبيرة، وجوه كتير، كل واحد مشغول في حاله، والمكان ده كان مناسب جدا لواحد عايز يختفي وسط الزحمة، أو بالأصح يبان من غير ما يتشاف. استأجر مخزن صغير في كرموز، شكله من بره عادي، باب خشب، أرضية تراب، حركة بسيطة حواليه، وفي الأول ما كانش فيه حاجة تقول إن المكان ده هيبقى غير عادي، لكن مع الوقت ومع تكرار نفس الفكرة، نفس الأسلوب، نفس الهدوء، اتحول المخزن للي يدخله ما يرجعش، مكان يتقفل بابه من جوه ويرجع يتفتح تاني كأن مفيش حاجة حصلت.
كان يقعد قدام المخزن ساعات طويلة يراقب من غير استعجال، لأنه فاهم إن اللحظة الصح أهم من السرعة. يشوف مين معدي، مين لو اتكلم معاه ممكن يقف، مين لو عرض عليه مساعدة أو شغل صغير يدخل معاه. الكلام كان دايما بسيط، ما فيهوش ضغط، ما فيهوش استعجال، خطوة ورا خطوة لحد ما الشخص يبقى جوه والباب يتقفل، وساعتها الدنيا بتتغير. الصمت بيبقى تقيل والحركة بتبقى محدودة، وكل حاجة بتخلص بسرعة زي ما بدأت، وبعدها الأرض بتستقبل سر جديد. الاختفاءات بدأت تبان، واحدة مش موجودة، تانية مش رجعت، حكايات صغيرة بتتقال في القهاوي، كلام يتردد من غير دليل، خوف خفيف من غير سبب واضح، لكن مفيش حاجة تمسك عليها إيد، لأن اللي بيحصل كان دايما من غير صوت تقريبا ومن غير مقاومة واضحة، وكأن الضحية كانت آخر لحظة لسه مصدقة إنها في أمان. لحد ما حصل خطأ بسيط في شكله لكنه كبير في نتيجته، لما حد شافه، أو بالأصح لما حد عاش بعد ما شافه، ودي كانت اللحظة اللي الخيط بدأ يتفك. اتقبض عليه مرة وبسبب ثغرات خرج، والرجوع بعد النجاة الأولى ساعات بيخلي الإنسان أخطر، لأنه بيحس إنه يقدر يفلت تاني، وإن اللي حصل قبل كده مش نهاية لكن مجرد تجربة، وده خلاه يرجع بنفس الأسلوب، بنفس الهدوء، لكن بثقة أكبر. ودي كانت المرحلة اللي بقى فيها أخطر من الأول، لأنه بقى عارف حدود اللعبة كويس. ومع تكرار الأحداث، ومع بلاغات بدأت تتجمع، ومع شك بدأ يتحول لاتهام، وصلت الشرطة لمكان حفرة في أرض شكلها مش طبيعي، ولما اتفتحت الحقيقة ظهرت مش في جثة واحدة، لكن في بقايا، في آثار، في دليل إن اللي حصل ما كانش مرة واحدة، لكن تكرار ورا تكرار ورا تكرار. والاسم اللي كان عادي بقى له لقب خلى الناس تربطه بالخوف: سفاح كرموز. حاول يهرب زي أول مرة، لكن المرة دي الخيوط كانت أكتر والمراقبة كانت أوسع، واتقبض عليه واتحاكم، وقصص كتير اتقالت في المحكمة، تفاصيل، اعترافات، إنكار، محامين يحاولوا يلاقوا ثغرة، لكن في النهاية الحكم صدر، والنهاية كانت قريبة. وفي يوم من أيام سنة 1953 دخل غرفة الإعدام. كان هادي، مش بيبان عليه خوف واضح، طلب مية وسيجارة، طلب بسيط جدا لواحد واقف على آخر لحظة في حياته. شرب، دخن، وبعدين ابتسم، ابتسامة قال عنها كتير واتفسرت أكتر، لكن محدش عرف معناها الحقيقي، يمكن لأنه الوحيد اللي كان عارف كل اللي حصل من البداية للنهاية. وانتهت الحكاية رسميا، لكن الأثر ما انتهيش، لأن القصة مش بس عن جريمة، القصة عن فكرة إن أخطر حاجة ممكن تقابلك ممكن تكون في شكل عادي جدا، ابتسامة هادية، كلام بسيط، وثقة جاية من غير سبب، ولحظة واحدة بس كل ده يختفي، ويبقى الحقيقة الوحيدة إن الأمان اللي حسيت بيه كان أكبر خدعة.